هذا الوقت حضورك بشارع المتنبي، شفت من فعاليات نشاطات ثقافية أدبية؟ طبعا هو شارع المتنبي يعني القاعدة الوحيدة اللي بقت من الأرشيف الثقافة، وإحنا كشباب يعني نحب نطلع، ما نبقى يعني خلينا نحكي هيك يعني بالعامية، نبقى مغمورين، نحب نشوف العالم، نشوف الأكبر من عندنا شو يسوي مثلا، شو يسوي وين، وتستفيدون أيضا. نستفيد ونستثمر هذين الحالات الإيجابية، ناخذهن حتى يعني شلون أقول لك يفيدنا كسلاح عنا. أنا كشاب مثلا في يوم أنسأل سؤال ثقافي أدبي كشعر كرواية، أنا مطلع على هذا الشيء منين من ناحية يعني وجودي بهذا الشارع، هذا الشارع التاريخي، يعني تلقى الفنان، تلقى الموسيقي، تلقى العالم، تلقى يعني هواي من المجالات يجون لهذا الشارع، الكاتب والمؤلف والسياسي، الكاتب والمؤلف والسياسي والمخرج والكثير من الفنون اللي تجمع كلها تنجمع في هذا الشارع.